مين موافق على الاجابه بتاعت الانشكاح دي؟ ان وظيفه البني ادم الاساسيه في الدنيا انه مش وظيفته، تعالوا نقول ان اقصى حلمه انه يكون منشكح اي في مكانه الطبيعي، في المكان اللي لايق عليه، في المكان اللي لايق عليه، اللي مش بتاع كوربريت ورك ما يدخلش يشتغل في كوربريت، واللي مش بتاع تعليم ما يروحش يتعلم، واللي مش بتاع زي ما بالظبط اللي مش بتاع، مش في الناس بتروح تسافر تتفسح وبتاع، وفي واحد بيصحى الصبح الساعه 7 الصبح يروح يجري على البحر، والتاني انا مش بتاع كده. مش ممكن انت تروح معاه لو انت شخص مش من دول، مش ممكن تقول طب انا هجرب. ومع ذلك تلاقي كل الناس اللي عارفين كويس قوي ايه اللي بيليق عليهم وايه اللي ما بيليقش عليهم في الاجازات وفي الفسح وفي المصايف وعلى البحر وبالليل وفي الخروجات، ويروح يبقى حياته كلها بتدور حوالين شغلانه مش بتاعته. في اكيد حاجه غلط يعني محترم ان انا ابقى مش مستعد ان انا اضحي بساعه من اليوم اعمل حاجه مش لايقه عليا، بس عايش حياه بحالها طويله عريضه كده مش لايقه عليا. ليه؟ عشان انا حبسوني كده، مشوني في الحته دي لحد ما اتحطيت على القضيب وماشي خلاص. ها؟ لازم تعرفوا ان المصيبه السوداء دي هي مش ذنبك لوحدك. يعني ما حدش بسبب ان المصيبه السوداء دي لاقيها مصيبه سوداء كبيره قوي، ده احساس مختلف عن ان انت بنفسك ترتكب غلط فتبوظ حياتك مثلا. ان انت بنفسك تدخل كليه تقعد فيها 5 سنين وبعدين انا مش عايز اشتغل الشغلانه دي، انا كنت بعمل ايه هنا؟ ده ملوش علاقه بيك، يعني له علاقه بيك من اول ما تعي ان انت ممكن تغير المسار ده، بس قبل كده ما تلومش نفسك عليه، لان دي حاجه، ده تاثير من تاثيرات ان الدنيا بقت عامله كده. الدنيا بقت عامله كده، الدنيا خلت الناس يعملوا كده. الطريقه دي مش عشان الانشكاح، مش يعني قاعد على القهوه لا عامل كده، لا. الانشكاح يعني في مكانك الطبيعي. الدنيا دي شقاء كده. لقد خلقنا الإنسان في كبد. الدنيا دي هي كده مشقية، وفيها سرطانات وفيها أمراض وفيها أمراض قلب وفيها سل وفيها زفت وفيها مصايب. هي صعبة. يعني ربنا ما تحكش علينا في حاجة. الدنيا شاقة، الدنيا شاقة ومتعبة، كل الناس هتتعب، وكل أقصى أملك لما تكون يعني فهمت قوي إن أنت تحصل كده على في عمرك المديد إن شاء الله تحصل على شوية كده شهور من السلام والراحة والسعادة. احنا بنتكلم دلوقتي مش على ان حياتك تبقى سهله، احنا بنتكلم على ان انت تبقى في مكانك الطبيعي. انا ماليش دعوه بالصعوبات اللي انت هتواجهها، ما تواجه. ده مش بامبي، ده ان انت تبقى لابس جزمه مقاسك. تلبس جزمه كام؟ ما تبقاش بقى لابس 41 ولا 40. محمود قال ملحوظه مهمه، بس انا عايز اقول لكم ان دي مش تهمه، عشان المجتمع العيان بتاعنا ده هو المسؤول عن العيب ده مش الافراد. بس خلوا بالكم احنا كل ما بنيجي في القعده دي يعني، وفي القعدات اللي انت هتقعدها مع نفسك بعدين، في القعدات اللي هتقعدها مع الناس بعدين، كل ما تيجي مصيبه سوداء حد يشيلها من على حجرك ويقول لك هي على فكره مش غلطتك انت، هي غلطتنا احنا. ده مش معناه ان هو يعني مفهوم الكلام ده، ها؟ ده معناه ان انت شغلتك انك تلاقي طريقه تتلافى بيها عيوب، زي ما انت كده تدخل اوضه مليانه شوك او مليانه تعابين فتقعد تعمل كده. احنا دلوقتي لما بنمسك العيوب اللي مجتمعنا بيخليها تحصل لنا، شغلتنا ان احنا نلاقي طريقه لتفاديها عشان ما تشوهناش وعشان ما تتعسناش. ها؟ المجتمع اللي عنده ظرف اقتصادي سيء، واللي مثلا ما هو الشباب برضه من الحاجات اللي بتخليهم مستعجلين ايه؟ ان هو مثلا عايش مع اهله. اغلب الاهالي سخفه بيسخفوا عليه، فهو عايز يعيش حياته كبني ادم، حاسس ان هو كده خلاص بقى عاقل رشيد في نظر القانون. لو ارتكب جريمه لو قتل واحد هياخد اعدام عادي. ده من الحاجات اللي ساعدتك مش العكس. هو اصلا زي ما بنات كتير كده بيتجوزوا عشان يمشوا. انا مش قادر افضل يعاملوني عاملين في 6 ابتدائي كده، انا كبرت. انا اعرف ناس يعني ناس شحوطه كده، مش شحوطه بقى يعني بنات فوق يعني ممكن تبقى عندها 35 سنه واتجوزت وطلقت وترجع تعيش عند اهلها، يعملوها زي ما كانوا بيعملوها في اعداديه. في حاجه غلط. فالتوتر اللي حاصل بسبب الظرف الاقتصادي
بسبب ان حد دلوقتي، طب انا دلوقتي خلصت جامعه وبتاع وانا شاطر بقى وكويس وكده، وقعدت اعمل حاجات وخدت لي كورسين وبتاع واشتغلت خدت 1200 جنيه في الشهر، ما انا مش هلحق. وانا قاعد يعني هعمل ازاي؟ انا هعمل ايه؟ هجيب الحاجات الكبيره ازاي؟ فالتوتر اللي حاصل من عامل الوقت سببه اجتماعي، له علاقه بان كل الناس عايشين مع اهاليهم، والاهالي 3/4 عاملين ضغط نفسي عصبي مجتمعي على الولد والبنت. ومن ناحيه تانية ان انا حاسس ان انا فاينانشلي مش عارف اوصل، فانا محبط، فعايز مستعجل. فطبيعي المستعجل ده يحس ان هو الوقت بيجري، فلما يحس ان الوقت بيجري يحس ان هو كبر. كنت عايز تقولي ايه؟ هرجع لك حالا تجاه السيشن دي، بس انا شخصيا مبسوط قوي لان الموضوع ده هو موضوع الحقيقه لا يبدو ان هو عن السمت اللي انتوا لسه حاضرينه. ده موضوع عن حياتكم، اسمك ايه؟ باري شرحت لنا حاجه مهمه جدا ليها علاقه بان المجتمع بيحط لك الرولز بتاعت النجاح. له علاقه بان المجتمع بيحط لك الرولز بتاعت النجاح. وبتقول باري ان خلوا بالكم ان هم بيوهموك ان انت عندك نوع من انواع الاختيار، طول ما الاختيار كان على مزاجهم. خلي بالك ان في الحقيقه ده حق مكتسب بتاعك انت، مش حق مكتسب بتاعهم كما هو حاصل. انت شغلتك في الدنيا كبني ادم عاقل رشيد، لو ارتكبت جريمه هتدخل السجن، ولو مت هتدخل الجنه او النار، وبني ادم يعني مسؤول. ولو اتجوزت هتخلف عيل تلاقي نفسك مسؤول عن تعليمه. شغلتك ان انت تقرر لنفسك حياتك انت عايزها تبقى عامله ازاي. ولما تلاقي التدوير الحكايه دي مش سهله، مش هتروح يعني تقعد تتامل في السقف كده شويه فتلاقي انا عايز اعمل كده في حياتي. ده بروسس. بس المهم الاتيتيود بتاعك انت تجاه المساله عامل ازاي. ده الاتيتيود بتاعي ان انا بحاول الاقي ما يسعدني في الدنيا، انا بحاول اوصل للانشكاح. الشغلانه دي شغلانه كويسه جدا بس انا ما اقدرش اعملها، انا مش هعملها. انا شخصيا على فكره انا ممكن الفلوس اللي عندي ونجاحي والكارير بتاعي يبقى احسن 50 مره لو بس رضخت الواحد من 15 اوفر عبر 10 سنين اللي فاتوا بتاع ان انا اشتغل كل يوم. كل ما مطلوب مني اروح اطلع في التلفزيون كل يوم، انا مش هطلع في التلفزيون كل يوم. فلست في ال10 سنين دول 3 مرات، منهم واحده دلوقتي، ولا يهمني افلس. انا ما بحبش اطلع كل يوم، مش هطلع كل يوم. وانا بشتغل الحمد لله يعني عايز اقول لكم ان انا مش عايز اتفشخر بنفسي، بس عايز اقول لكم ان الكلام ده مش كلام نظري، الكلام ده انا عملته. انا كنت بتجوز مثلا وبشتغل موظف، كنت بشتغل ساعتها اديتور، كنت بعمل ميوزك فيديوز واعلانات وافلام قصيره وهكذا. وبعدين كبرت بقى اديتور محترم كنت يعني. بس انت لما تكون موظف في اديت سويت، وبشتغل في اكبر اديت سويت في مصر وحاجه زي الفل، لازم انت مثلا تشتغل على حسب مزاج الاديت سويت. فالاديت سويت قال لك ان عندك سيشن الساعه كذا لازم تشتغله. رحت انا مستقيل من عند الناس دول واشتغلت عندهم نفسهم بس وانا فريلانسر. كلمني ايه الشغلانه؟ مين المخرج؟ لا مش عايز، انا ما بحبش اشتغل مع الراجل ده، خلص الكلام، هشوفه حد. مين كذا؟ لا انا مش عايز اشتغل مع الراجل ده. الشغلانه دي حلوه انا هاخدها، الشغلانه دي حلوه عشان اخدها. وبقى الموضوع بقى بيضايق شويه ناس. يقول لي ناس يعني مخرج عامل اغنيه سمعني الاوديو لو سمحت. لا وحشه مش اسف. حلو هتصور ايه؟ هتصور كده حلو ماله نعمل. في تمن الحكايه دي، فيه بتعمل فلوس اقل، بتبقى انجم اقل، بتعمل مش عارف ايه، بس في النهايه انا مبسوط سعيد، حاسس ان انا ما حدش اضطرني اكون حاجه انا مش عايز اكونها. غيرت الكارير بتاعي 4 مرات في حياتي. انا سعيد، انا مبسوط، لان انا حاسس ان انا بعيش القصه بتاعتي انا. وانا على فكره برضو انا خارج انا يعني ابويا ما خدش مني فلوس من ساعه ما خلصت ثانويه عامه. صرفت على نفسي بالكامل، جبت لنفسي اول عربيه، خيشتها واتبقت خرده حاجه يعني انا يعني مانيش متدلع يعني ولا حاجه. انا سفيت التراب
كويس. بس الفكره اهم ما في الموضوع ان كل السنين دي اهم حاجه عندي انا بالنسبه لي، اكتر حاجه فاكرها ان انا عمري ما اضطريت ان انا اكون لابس جزمه مش مقاسي. جزمتي دايما كانت مقاسي، وده بقرار مني انا. وابويا على فكره انا بدات شغلانه، اول شغلانه اشتغلتها في حياتي كنت بشتغل في السياحه، وابويا راجل محافظ جدا ومحب الاخوان حتى بالاماره وكده، ها، وكان بيعتبرني ضال وشارد وحاجات ولا همني. وانا بل ان انا اشتغلت في السياحه عشان كنت من البيت اصلا. خلاص ثانويه عامه طلع تاني يوم الصبح، انا بقيت اروح اسافر بقى بالشهر وبشهرين وارجع الاقيهم بيتخانقوا معايا، اخد شنطه تاني وامشي وكده. ده النظام عادي. ابويا دلوقتي انا صالحته وبيحبني وكله تمام ومش زعلان مني في حاجه، بس الفكره ان انا ما خليتش حد يبتزني عاطفيا، ولا خليت حد يبتزني ماديا، ولا خليت حد يلبسني جزمه مش مقاسي. البس جزمتك عشان لازم انت الوحيد اللي تلبسها، انت الوحيد اللي ينفع تكون البني ادم اللي انت هتكونه، ومفيش حد هيدفع ثمن الجزمه. هو المثال بتاع الجزمه ده كويس قوي على فكره. تخيل كده ان اي حد في الدنيا بيحبك، اي حد في الدنيا يعرفك ما يعرفكش، اضطرك انك تلبس جزمه ضيقه. مين الوحيد اللي هيبقى عارف اصلا ان انت مش لابس جزمه غير اصغر منك هو انت، والوحيد اللي هيتعذب من الحكايه دي هو انت، وبقيه العالم هيدور حولك كأن مفيش اي حاجه بتحصل. دي الحقيقه بقى، ان انت جزمتك لو اصغر منك بنمرتين وفرمه صوابعك فرم، العالم حتى يا جماعه مش هيلاحظ طز فيك اصلا. على فكره 3/4 الناس دول لابسين جزم مش مقاسهم، انا العالم انا اللي ملبسها لهم، وكلكم ما تعرفوش ان انتم مش لابسين الجزم بعض. بس في النص هتلاقي لما تعرف بقى، لو صادفك الحظ، او ساعتها معرفش يبقى حظ تعيس او سيء يعني، بس لو صادفك الحظ وقعدت بقى اتكلمت دخلت في حياه بني ادم من اللي لابس جزمه بتاعته ومرتاح فيها، هتقول يا نهار اسود، وهتندم بقى ندما وتبكي بكاء مرا. ها، تمسكها في نفسك. البروسيس اللي بيحصل فيه انك تلاقي مقاس جزمتك في الدنيا، الحاجه اللي انت عايز تكونها، هو بروسيس. تعالوا دلوقتي عايز افكاركم، بدل ما انتوا قاعدين كده انا بقالي شويه بدلق عليكم، وعارف ان انتم مش كلكم يعني متوصلين بالحبل اللي انا رميته ده، شايفكم يعني، بس تعالوا نجرب دلوقتي نجمد الحبل شويه. وعايز انتوا اسمع اقتراحاتكم، انا هتكلم في الاخر، عايز اسمع اقتراحاتكم عن ازاي البروسيس ده نحط له ضمانات. يعني انا ما عنديش طريقه اضمن بيها ان انا هعرف الاقي الجزمه اللي مقاسي، وما عنديش طريقه اضمن بيها طب انا دلوقتي عايز اشتغل يا سيدي مدرب اسود، طب انا عايز اشتغل مصور اسماك القرش، ها، مفيش ضمانه ان حلمك نقدر نحققه لك. انا الدنيا ما اعرفش اذا كنت اقدر احققه لك ولا لا، وما اعرفش اذا عندي بدايل ولا لا. وعايز طب نرسم، لما نكون مش عارفين نوصل لحاجه من فوقها بنعمل مخدات. طب انا مش هنزل عن كده، طب انا مش هنزل عن كده، طب مستحيل دي، طب مستحيل دي، طب مستحيل دي. هتلاقي نفسك واقف في اوحش الاحوال، هتلاقي نفسك واقف في حته ما فيهاش حاجه من اللي مستحيل. يعني انت ما فيش مانع بالبلدي كده، يعني انت ما تحبش تروح بار، ما تحبش تروح نايت كلاب، بس لو قعدت في قهوه مش عادي يعني. هتلاقي مش هتلاقي نفسك ولا في بار، ولا هتلاقي نفسك في نايت كلاب، بس هتلاقي نفسك في المكان اللي ماشي، يعني مش احسن حاجه دي، بس مش متضايق، وهو المطلوب. تنسوش ان مش مطلوب تنجح، مش مطلوب تحقق كل احلامك. وانا عايز اكمل عليك واقول ان انا شخصيا الغرض الاصلي بتاعي دلوقتي اللي بدات يعني بقيت ايجر عشان يحصل، ان انا عايز عمال براهن مع نفسي كده اقول هو كام في واحد فيكم هيرجع يكسر العلبه. يعني قصدي ان الكلام ده مش معمول عشان نتكلمه، الكلام ده معمول عشان نكونه. فين علبتي؟ ادي العلبه، مقاسي، ماشي مقاسي مش مقاسي اهي، واكسرها وخليك شجاع وادفع ثمن بنت كنتي او ولد. على فكره بالرغم طبعا من احنا لازم نقر ان عند الولاد الموضوع ده اسهل بكتير من عند البنات. على فكره لا، مش لا في السوسايتي دي مش لا، لازم نعترف برضه، لازم دايما الواحد يعترف بالصعوبات اللي عنده. يعني اسمها الولاد اللي بيجوا هيد اند دو قوي. نبي بس
لو اتفقنا ان في علبه معموله لكل الناس اللي طالعه في المجتمع ده، ما هو انت الولد قلبته مختلف عن البنت. ايوه بس الفكره ان البنت بتتاثر بالديستراكشن اكتر من الولد. الولد ممكن ان هو يهمل اي ديستراكشنز ويهاب تو جو. الولد بيبقى عنده فيجن وبيبقى البنات مش الفكره مش ابسوليوت، يعني مش كل البنات كده. مش كل البنات كده، بس احنا مجتمع يعني whether anybody admits it or not، احنا مجتمع بيتعامل مع البنت على ان هي درجه ثانيه عن بعد الولد. دايما القرار ما بيبقاش يعني مواقف عليها. على فكره ما تنسوش حاجه مهمه، ده مش عن ان كل بنت عايزه تروح تشتغل صياده اسماك قرش تروح، ده موضوع عن ان انا مش هعمل كده، يعني مش هعمله. بابا اخبط في السقف، انزل، قول لي جالي جلطه، جيلك جلطه، انا مش هعمل كده. والله العظيم لا مفيش. برضه تاني انا مش معول، انا مش مراهن بكل فلوسي عليكم كلكم النهارده بالليل، لا. عادي ان انت الموضوع ده يقعد يكوك في راسك سنه. المهم ان انت، انا شخصيا يعني خلاص الموضوع ده قلب شخصي دلوقتي، انا شخصيا هحس بنجاح السيشن ده لما كان حد منكم يكسر العلبه بسببه، مش بسببي، بسبب ان هو يحس انه يقدر ويكسر علبته، علما بان العلب مش متساويه. لو في من حقي ان اكون تافها، من حقي ان انا يكون اقصى املي في الدنيا ان انا اجي الساعه 12 بالليل وانا عندي كرفيو الساعه 10. انا حر، انا مش عايز حاجه، انا ما يهمنيش على فكره بشتغل ايه، انا ما يهمنيش الثلاجه بتاعتي حجمها ايه، انا يهمني ان ما حدش يقول لي روح الساعه كام. اروح لاهلي اقول لهم بص يا بوب، انا ما بحبش حد يقول لي انا هرجع وقت ما ارجع، هتتخانق هرجع، هتحبسني ههرب، هعمل مش هرجع. مش اوتيل مش هرجع، هو مش اوتيل بس انا مش هرجع ساعه، خلاص انا دي اهم حاجه في حياتي. هتبات بره البيت في الشارع؟ بيت بره هو في اب لا مؤاخذه كل ابهات دول جبنه، ولا حد يقدر يستحمل حد من عياله يبات 3 ايام بره البيت. جرب انت روح عند خالتك كده يومين هو هيرجعك. انا بس عايز المثال اللي فات ده عشان ما يقفلش، عشان ما يقلبش هزار، بس ثانيه واحده مهم. لا عايز بس انا ازود وهاخد منك حالا. عايز اقول الجمله دي تاني، مش مطلوب منك. ما تنسوش ان احنا بدأنا الحكايه دي ليه؟ احنا بدأنا الحكايه دي عشان جزمتك بتاعتك انت. يعني ممكن المجتمع يبقى عمال يحط كل الناس في نفس العلبه، فانت لما تيجي تخرج من علبه، اوعى تحط نفسك في العلبه بتاعت الناس اللي خرجوا من العلبه. تسفي علبتك انت عايز ايه؟ انشكاحك يحصل ازاي؟ انت تلاقي شروط انشكاحك، ومش مطلوب منك تلاقي كل شروط انشكاحك في يوم واحد، بس مطلوب منك تبذل مجهود قوي نفسي عقلي انساني بالتدوير في نفسك عن ايه هي اسباب انشكاحك، ولو ما عرفتش تلاقيها ابدأ باسباب تعاستك والغيها واحد ورا التاني. لازم كل واحد فيك وكل واحد على الارض دي مسؤوليه كامله لوحده عن انه ما يبقاش تعيس. ولما ينجح في دي بيبقى لانه خلاص نجح في الاولى بقى مسؤوليه كامله لوحده عن انه يبقى سعيد بغض النظر عن ظروفه. ان التمرد في حد ذات نفسه ما هوش هدف، زي الثوره كده، ما هي في حد ذات نفسها مش هدف. التمرد شغلته اني الاقي نفسي كويس. بس يا باري ممكن يكون من حقي ان اكون تافها. انا عايز ابقى متمرد كده وخلاص. على فكره انا هدفي في الدنيا، انا جزمتي مقاسها، انا ما يسبب انشكاحي، وان ما حدش ابدا يقول لي اي حاجه واقول له كون زي ما انت عايز، ادفع ثمن، كل واحد هيدفع ثمن. طبعا انتوا ناس كبار فاهمين الحكايه دي، كل واحد هيدفع ثمن
مقاس جزمته اللي هيلاقيه. بس انت على فكره كده كده اصلا بتدفع ثمن مقاس الجزمه اللي هم ملبسينها لك لوحدك. بس اوعى تفتكر ان انت لما تعمل كده يعني في حد هيدفع معاك، انت هتدفع لوحدك برضه، بس هتبقى حاسس احسن بكتير